مرور أسبوع من عرس زينب. أول شي واحدة دقت علي أم كلثوم وقالت لي راح أجيك خرب وإني راح تجي وتحسدي البيت خلنا نقوم أوصي ملاك تشيل الأغراض. زين ابن سعد مهنا دقت عين قالت له صار حلو يما خلنا نقوم. هيك لحقي لمي الأغراض كلها. شو طبيتي علي عبالك احنا طبينا بجيش؟ شنو هجموا على الوحوش الزومبي؟ هيك ستي الوحش والزومبي قوموا لمي الأغراض راح تجي أم كلثوم هاي الحمرا قوموا لمي الأغراض. ما قايم اسوي النوب راح تجينا احنا نخلص من كارثة تجينا كارثة خلنا نروح. ما لمت ملاك الأغراض. خويا شنو نعلى على عشيرتي يعني يلا خلنا نطب يلا شلون شخباري صايرة حلوة وعبيتي طفل صغير ودق الباب تعال هلا بس شوية غمض عيونك تبيها عيوني طبعا حلوة جيبولي عصير شي كرموني بيه بس مو زهر قعدتني بالقاع العصير مالك تبيها عصير عمي جايبين عمي بلازمة لوضين شيني هاي قد حلوة طرقت لي بلازمة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يما عمي هاك هذا العصير خاله. ايه يما ايه حلوة انت حلوة هني عليك يوم سعد بديتي لي جنة وانا صار لي 3 سنوات ادور على جنة براسها حط ازوج ابنه وطلق حلوة خراب يا ماما كان لقيتي بو اسألو ابني لاقي لها مرة هيك حلوة حليوة معدل كينا عمّا لحاك عمّا آخ يما ظهري كينا حتى على جنتي ويجي طب جوا جاي أحس بي عمّا عشاء هنا السالفة. أما يومية جايبت لنا مصيبة النوب هسه جابت لنا صاحبتها أم كلثوم حتى وقعتني ظهري قام يوجعني دخلنا نسويهم عشاء وتنقلع. الدولمة شوية أسوي خلي تاكل عاد شو أسوي نخليه الله يستر هالمرة نوديها. هات حبيبتي يا خالة تعيكلي تعرفين الطبخين والله كل شي تعرفين يعني كم ساعة عاد الأكل يما والله عاشتولش مسحنا الصينية مسح والله مطبخكم يخبل جنتكم تخبل ايديها تخبل مهنيالكم كابل مثل حظي ما احترق المطبخ يما عما طرديه اطلع يما لحقوني خلنا نفلت بروح ما طفوا الحريق آسف على الكتابة هاي الموزينة. بابا تعاني أنا وخليتيها تحسدنا وتطلع يا ربي. أما بعد لا تجيبين وحدة للبيت لازم نصلحها بس خليه يجي سعد هم زين طفى سعد الحريق. بعد غلطة صارت بعديها تطببها أنا أعلمها يلا هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو خلي لايك اشتركوا بالقناة وآسفة على الانقطاع لأن عندي دراسة ومشاكل وتعرفون مشاكل البنات فآسفة وباي.